ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده مع بعض هنعمل الحاجه الحلوه اللذيذه دي، كريم كراميل بالجيلي بطريقه سهله ولذيذه جدا، وان شاء الله مكوناتها هتبقى موجوده عندك في البيت. ولو عجبتك طريقتي النهارده والحاجه الحلوه اللي انا عاملاها، اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي، ويلا نبدا. اولا الكريم كراميل بتاعنا اللي هو الباكو الجاهز العادي. الجيلي اللي هنستخدمه اي نوع جيلي يكون لونه اصفر. انا استخدمت مثلا جيلي اناناس، ممكن تستخدمي مانجا او اي نوع تاني. كوبايه ميه سخنه واحده بس هنحط فيها باكو الجيلي وهنقلب كويس قوي، وهنركنه دلوقتي لان احنا محتاجين الجيلي يكون بارد خالص. ولاحظي ان احنا عملنا الجيلي بكوبايه ميه واحده. كيلو لبن حليب كامل الدسم، هنحط فيه 2 باكو كريم كراميل من الجاهز ده، وعليه 2 معلقة نشا و2 معلقة سكر. والسكر ده اختياري، لو حابة ان انت ما تحطيش سكر خالص وتكتفي باللي موجود في الكريم كراميل مفيش مشكلة. قلبي بقى كل المكونات على البارد كده لحد ما يدوبوا في اللبن خالص، ما يبقاش فيه اي حاجة متكتلة. وبعدين هنرفعهم على نار وسط وبرضو تستمري في التقليب. هنقلب بقى الكريمة كده لحد ما تبدأ الحروف تغلي. هتشوفي دلوقتي كده، وهتبدأ بقى تاخد القوام ده. كده خلاص هننزل آخر إضافة لينا، هننزلها بقى على الكريمة وهي معلقة زبدة واحدة. هننزلها وندوبها كويس في الكريمة وبعد كده ننزلها من على النار. خلاص. أنا قدمت في صينية وأطباق، يعني دايما بحب أوريكي طريقة التقديم دي والطريقة دي، وانتي بقى زي ما تحبي تعملي الكمية كلها في صينية أو تعمليها في أطباق كلها براحتك. دي الصينية اللي أنا هستخدمها. تحطي فيها الكريم كراميل لحد ما يبقى ارتفاعه في نص الصينية كده. فأنا حطيت أهو وباقي الكمية هحطها لك في أطباق برضو عشان تشوفي شكل التقديم. هنسيب بقى الكريمة دلوقتي نص ساعة كده لحد ما تبرد وتعمل بقى طبقة متماسكة على الوش كده علشان نقدر نكمل ونحط فوقيها البسكوت. لأن لو حطيتي البسكوت وهي سخنة كده هينزل البسكوت في الكريمة. سيبناها بقى نص ساعة وبعد كده ده البسكوت اللي هنزين بيه. بسكوت عادي وبسكوت أوريو. شايفة بقى الكريمة بقت متماسكة كده وتقدري تحطي فوقيها البسكوت براحتك. أنا بعد ما حطيت بقى الخطوة دي طبعا البسكوت الأوريو طبقتين لازقين في بعض، ففصلتهم عن بعض وشلت الكريمة اللي في النص وحطيتهم للتزيين بالشكل ده. بعد كده بقى دخلتها الفريزر نص ساعة، والخطوة دي مهمة جدا لأنك لما بتدخلي الصينية في الفريزر نص ساعة البسكوت بيتماسك قوي، فما بيشربش الجيلي لما بتحطيه فوقيه وبيبقى متماسك كده ما بيبقاش مهري معانا. بعد بقى نص ساعة في الفريزر طلعت الصينية والأطباق وحطيت عليها الجيلي. طبعا الجيلي كان بارد خالص دلوقتي، وحطيته بالشكل ده ودخلته التلاجة. هي ساعة ساعة ونص الجيلي هيتماسك، لأن لاحظي إن احنا عاملين الجيلي بكوباية مية واحدة، فهيبقى متماسك وشكله حلو. ويتقدم بقى ساقع الصنف ده. شايفة جميل ازاي؟ اعملي بقى زي ما بقولك الكمية كلها في صينية أو في أطباق اللي يريحك. طالع بقى حلو جدًا، سُكّره جميل جدًا. وأنتِ بتاكليه هتلاحظي بقى إن البسكوت مش مهري خالص، وده من الإيه، من الخطوة إن إحنا حطينا البسكوت في الفريزر شوية، حطينا الصينية في الفريزر شوية. لاحظي كده وأنتِ بتقطعي البسكوت هتلاقيه متماسك جدًا. شايفة شكله؟ وبألف هنا. ولو عجبتِك طريقتي النهارده والحاجة الحلوة بتاعتي، اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.